اللي هقوله ده والله حصل. محمد ناصر قال ان مفيش فايده في مصر. محمد ناصر وزملائه كل الفايده الوحيده اللي هم شايفينها بس من وجهه نظرهم ان الشعب المصري يقوم بثوره عشان هم يرجعوا مصر. طيب انا عايز بس افكرك كده بحاجتين ثلاثه. اول حاجه، زمان لما كان في محافظ ولا لما كان في كوبري بس هم عملوه ورايحين في الافتتاح، كان بيحضر فيه المحافظ وبيحضر فيه الوزير ورئيس الوزراء والرئيس علشان افتتاح كوبري. دلوقتي الطرق والكباري وكل القصص دي ما بقاش في حد اصلا بيروح فيها، بقى عادي جدا ان انت تمشي في طريق تاني يوم تلاقيه اتغير وبقى حاجه تانيه. تمام؟ ايه بقى الكلام دلوقتي؟ الكلام دلوقتي على ان في مؤتمرات عن مواني او عن تصنيع او عن كده او عن كده او عن كده. بقى الموضوع واخد فكره تانية خالص. الصين في المنطقه الاقتصاديه بعد لما خدت 1,700,000 متر بقت عايزه 7 مليون متر عليهم، علشان عايزه على 2030 يبقى عندها 1000 مشروع في المنطقه الاقتصاديه. دي نقطه. تعال بقى النقطه الثانيه ايه هي؟ لما كان في مشروع او في مصنع او بيعملوا مؤتمر وقمه وناس ولما على وضع حجر الاساس ليه، وبعد لما توضع حجر الاساس الله اعلم بقى المشروع ده بيكمل امتى ولا فين ولا ازاي. دلوقتي انت فجاه بتلاقي افتتاح مش وضع حجر اساس، افتتاح لمصانع بقى ومشاريع ومواني جديده وحاجات وطاقه شمسيه وكل الكلام ده. احنا فجاه افتتاح مش وضع حجر اساس. فلو انت شايف ان كل ده مصر مفيش منها فايده، يبقى خليك بره وسيب مصر في حالها.